تشتن كل سوريا دقاوم بالروشة نف دولتي و هرمي و گريداية جبركو هزن مزن ان بپروژه او داخازان کولونیالیست ان مینا دولت ترک عثمانی آرمان جوان کو پروژه ریوبری خاصر بن پی بکه او دا کرگرنا آخا سوریه جنوبا هر وها وجینا داعش جهیل جبهت النصره کو د لیسته ترور یا نونتوی دا جه دگره لی ایرو ام دبینن سیناریو یا سال 2018 دا دوباره دبه ده در حق گل میت شهبای او طرفاته کو به 10,000 کوچبری چه بو دناوا وان دا جن زاروکین بچوک هنه اف ایریشن پلانکه کو جمیش و هاتیه آماده کرن او ایرو ده 28 11 2024 دا لسر ارده هاتیه تطبیق کرن نشان ده او اف نه لایق ویا جبر کو دیروکا و به راستی تجری کمکوژی ده در حق سیویل جن او زاروکان او بگیشتی لی بله ام وکی ریخستنا جن لحریم باکور او رجلات سوریه ریخستنا سارا یا تیکوشینا لدیجی تندیا لسر جنه مجلسا جن دو کنگرا اسلام دموکراتیک دا وقف جن آزاد لسوریه هر وها چه جن آزاد دبه ام ایریشن دولتا ترک او چهتاین و یه لسر حریم حلبه شهبا او طرفت رد او شرمزار دکن جبون راوستاندن و ایریشن تروریستی ام بانک له همو جنان دکن کو تکوشین اکا جهانی او یگرتی بدن مشاندن او ریخستن مافین مروفان جواکا نونتوی دولتن گرانتور او همو ریخستن فامینیست این کو به جنان را علق دارن بلز دستوردان که بکن جبونا پیدا کرنا پیدیوین جبونا حریم وان پیشکش کرنا آلیکاری جوان را به داوی کرنا وان تاوان او کرین بی اخلاقی لدجی گلان. بيان إلى الرأي العام إن ما يحدث في سوريا مرتبط بالوضع الدولي والإقليمي كونها تضم القوى العظمى المتصارعة ذات المشاريع والأطماع الاستعمارية كالدولة التركية العثمانية وهدفها هو قضاء على مشروع الإدارة الذاتية واحتلال أراضي جديدة في سوريا وبالتالي إحياء داعش عن طريق جبهة النصرة المصنفة على لوائح الإرهاب الدولية. واليوم نرى سيناريو عام 2018 يتكرر مرة أخرى بحق أهلنا بالشهباء وتل رفعت التي أودت بعشرات الآلاف من مهجرين بينهم نساء وأطفال والرضع وأن هذا الهجوم يوحي إلى خطة واعدة منذ زمن طويل واليوم تم تنفيذها على أرض الواقع وفي ذلك بتاريخ 28/11/2024 فإن هذه الأعمال العدوانية والإجرامية التي تقوم بها جبهة النصرة الإرهابية بعيدة كل البعد عن قيم الإنسانية والأخلاقية وهذا ليس بجديد عليها فتاريخها مليء بالمجازر بحق المدنيين والنساء والأطفال والإبادات بحق الشعب عامة. لذا نحن كتنظيمات النسائية في إقليم شمال شرق سوريا منظمة سارة لمناهضة العنف ضد المرأة وقف المرأة الحرة في سوريا مجلس المرأة في مؤتمر الإسلامي الديمقراطي وكل امرأة حرة ندين ونستنكر اعتداءات الدولة التركية ومرتزقتها على مناطق حلب وشهباء وتل رفعت وندعو كافة النساء التي تبنى النضال العالمي وموحد للوقوف بوجه هذه الهجمات الإرهابية كما ندعو كافة المنظمات الإنسانية والحقوقية والمجتمع الدولي والدول الضامنة وجميع منظمات النسوية المعنية بالمرأة بالتدخل السريع لتأمين لوازم المهجرين قصرا من مناطقهم وتقديم المساعدات لهم والعمل على إنهاء هذه الجرائم وانتهاكات ووضع حد لهذه الممارسات اللا أخلاقية بحق الشعوب. 4/12/2024.